بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، حياكم الله وبياكم، وسدد الله على الحق خطاكم وخطايا، ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد، ونستكمل الحديث فيه عن المعوقات التي وضعناها كمجتمع أمام الزواج. تحدثنا في الأمس عن مصيبة غلاء المهور، وكان واضحا وجليا وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا كمجتمع ولنا كآباء وأمهات، كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها، أي إن من بركة المرأة ومن سعادتها أن يسهل أمر تزويجها وأمر خطبتها، وأن لا يثقل كاهل الخاطب بذاك المهر الذي يقسم الظهور. غلاء المهور كان العائق الكبير والحجر الذي كان يقف عثرة في وجه كل من كان يريد الزواج، إلا أنه وبمرور الوقت والتطور الكبير الذي طال المجتمع في مجالات الحياة، ومنها الوعي الثقافي والحياتي والحضاري بأهمية تيسير الزواج، خاصة في مجال المهور، والتي أدت دورها بالفعل، فقد لم تطالب كثير من العوائل بذاك المهر الكثير والغالي عند بعض العوائل والعشائر والمجتمعات، إلا أنه وبجانب ذلك حدث تطور آخر، وهو في موضوع تكاليف الزواج، وهذا غير المهور، وهذا أيضا حدث من إقبال الشباب على الزواج. وتلك المشكلة مشكلة تكاليف الإعداد لحفل الزواج، وما يصاحبها من مظاهر الترف والإسراف في الكثير من الأمور التي أثقلت الزوجة بمبالغ كبيرة، ودفعت به إلى باب الاقتراض المالي سواء من البنوك أو من الأصدقاء. المجتمع للأسف يضع العقد التي تعسر أمر الزواج، وتسأل الأسرة: ماذا سيدفع العريس من مهر؟ وماذا سيدفع من أجل الحلي والذهب؟ وماذا سيدفع من أجل الملبس؟ وماذا سيدفع من أجل حفلة الزواج؟ وهو من جماعتنا ومن حزبنا أم من جماعة وحزب آخرين؟ إن لم يكن من جماعتنا أو لم يكن من حزبنا الفلاني لا نقبل به ولو كان مخترع الأقمار الاصطناعية. للأسف الآباء والأمهات وضعوا عقبات كثيرة جدا أمام الزواج، والمصيبة الأنكى عندنا في أوروبا وهو أن التقدم للفتاة لم يعد بميزان الأخلاق والفضائل، وإنما بميزان الأوراق. معك الكثير من الأوراق، حياك الله وبياك، معك إقامة، معك جنسية، أنت مطلوب ومرغوب ومقبول. أما لو ليس معك أوراق فالأمر هنا معروف، أنت مرفوض. أي لو كنت صاحب علم، ولو كنت أديبا، ولو كنت صاحب أخلاق، ولا يوجد معك أوراق ولا إقامة ولا جنسية، والله لو كنت عالم الحرمين وإمام الثقلين أنت مرفوض. كما يقول بعض الشعراء: فصاحة حسان وخط بن مقلة وحكمة لقمان وزهد بن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. الأسف لو نجا الشاب من عقبة المهر يصطدم بعقبة تكاليف الزواج، وهذا مهر آخر يقدم للزوجة، ونفقات ثقيلة يعجز عن تحملها الخاطب في كثير من الأحيان. هي من أعرافنا الاجتماعية المستحكمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هي تكاليف لا حد لها وليست لها ميزان، وهي في توسع كل يوم وفي كل زمان، فمن هدايا الخطبة إلى هدايا المواسم والمناسبات والأعياد، هدية لعيد الأضحى، وهدية لعيد الفطر، وهدية لرأس السنة الهجرية، وهدية لرأس السنة الميلادية، وهديتان للإسراء والمعراج.
لا ديري بالك يا أم محمد، ما يضحك عليكم الولد يجيب لكم هدية بالإسراء والمعراج. هي مناسبتان، الإسراء والمعراج، يعني هديتان، إضافة إلى هدية صبيحة العرس ونفقات الزواج والولائم التي تقدم خلال أيام الزواج. وكل ذلك يحصل والشاب تحت عبء الديون. والأنكى من ذلك ما يحصل هنا في أوروبا، يريد ويطالب مهرا لابنته 3 أو 4 آلاف يورو، ويريد فوقها 7,000 يورو حق المهرب الذي أتى بها من بلده إلى أوروبا. وكل هذا ولا زال الحديث لم يتحدث الأب أو الأهل عن تكاليف العرس وتكاليف حفلة العرس. وتخرج الأم من غرفتها وتطالب بحليبها الذي أسقته لابنتها وهي صغيرة. اتقوا الله يا مجتمع، نحن الذي عقدنا طريق الحلال، نحن الذين أغلقنا باب الحلال أمام الشباب. فما الذي يجري لأولادنا؟ هذا الطفل أو عفوا هذا الشاب عندما ينظر إلى الحرام، أو هذه الفتاة إذا وقعت في الحرام، سيكون الوزر عليك أنت أيها الأب، وسيكون الإثم عليك أنت أيتها الأم، لأنكما لم تيسرا طريق الحلال، بل عسرتم طريقه مما أدى بكم إلى تيسير أمر الحرام. فالخاطب ذو الدخل المحدود والذي عنده راتب مقطوع حين يرى كل هذه الإرهاقات من المطالب وهذه الكثرة من النفقات، عدم يقدمه من مهر، يفضل أن يعيش في تقلبات العزوبية الأليمة وحيدا منفردا منطويا على نفسه بعيدا عن مجتمعه، لكونه لم يجد من الذين يتقدم للزواج منهم عطفا ولا رحمة، ولم يلق من أولياء المخطوبة إنصافا ولا عدلا. وهذا حقيقة وليس افتراض ولا خيال. الذين يتابعون الإعلام يعلمون الشباب في كثير من الدول وخاصة دولنا العربية والمجتمعات العربية أطلقوا حملات خليها تعنس. في حملة كتب أحدهم خليها تعنس، يمكن الأسعار تنزل شوية، خصوصا أنه الاثنين مواصلات، عربيتك بتوصلك للشغل ومراتك بتوصلك للجنة. هذه أحد البوستات التي كتبت في حملة خليها تعنس. هو يعلم أنه بالزواج يسلك طريق الجنة لأنه يحفظ على نفسه عرضه ويصون شرفه. هؤلاء الشباب يريدون أن يعصموا أنفسهم من الانزلاق ويحفظوا أخلاقهم من المفاسد، وذلك بالزواج الذي شرعه الله. ولكن هذه الإرهاقات في المطالب وهذه الكثرة في التكاليف التي تحول بينهم وبين الزواج، ومعنى هذا أنهم تقلبوا في حمأة العزوبية الذميمة. فإن لم يكن لهم تقوى من الله رادعا عن الحرام فإنهم يكونون سببا في انتشار الحرام وفشو المنكرات. اتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيها الأمهات، اتقوا الله أيها المجتمع، اتقوا الله في بناتكم، واتقوا الله في شباب الأمة، وتأكدوا أن الذين كانوا سببا في غلاء المهور وهذه التكاليف الثقيلة على الناس ورفعها وإيجاد هذه النظم الجائرة في المجتمع سوف يتحملون بمقدار ما يتحمله هؤلاء الشباب الذي صار يبحث عن الجريمة ويسافر للجريمة ويطارد النساء في الأسواق ويغازلهن. سيتحمل المجتمع والآباء والأمهات الذين أوجدوا هذا الخلل الاجتماعي في المجتمع، سيتحملون كما يتحمل ذلك الشاب الذي يبحث عن الجريمة. وكل واحد من هؤلاء الناس سيتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. أحبتي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يروي حديثا عن الله عز وجل كما في صحيح الإمام البخاري، يقول ربنا: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه،
أو تظن أنك بهذه التكاليف الثقيلة وهذه المبالغ الطائلة الذي لا يستطيعها الناس أنك لا زلت تقدر ابنتك؟ أنت تبيعها، أنت تعرض بنتك في سوق النخاسة. 3 أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. إضافة، هل تتصورون من مثل هذا الشاب الذي أثقلتم كاهله بهذه التكاليف المادية الاحترام لبنتكم والاحترام لكم والتقدير لكم؟ أعتقد أنكم مخطئون إذا كنتم تظنون هذا. الكثير من الشباب يقول لك أنا اشتريتها بفلوسي. هذا جانب من تلك الجوانب التي أثقلنا فيه كاهل الشباب ووضعنا عقبة أمام الشباب. غدا إن شاء الله إن أبقانا الله من الأحياء سنتحدث عن عائق آخر يقف أمام عقبات الزواج، وهو موضوع أن كثير من الشباب يقول لك لا أريد الزواج التقليدي، أنا أنتظر الحب. هذا موضوعنا غدا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. إلى غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.